السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في مطبخ نانا كويزين. العوده مجدده للوصفات. ديت لكم بوصفه حلوه، كيك بالشوكولا والمكسرات، كيكه دانيت. فوالا حبيباتي، تجي خفيفه وهشيشه تشهي ما شاء الله. يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. لهاد الوصفه نحتاج عندنا 2 حبات بيض، واحده دانيت حجم كبير. بنفس العلبه نعبروا كيلو سكر، كيلو زيت، كيلو حليب. نحتاج هنايا عندي مغرف تاع كبيره تاع كاكاو، راه هنا مغربل. عندي مغرف تاع خميره كيميائيه يعني 10 غرامات. ونعبروا 2 كيلات ونص تاع فرينه. وعندنا المكسرات اللي يكون متواجده عندكم والشوكولاته باش نزينوا الكيكه من الوسط. نبداو بالتحضير. نديرو 2 حبات بيض، كيلة تاع السكر، كيلة تاع دانيت اللي قلنا لكم علبة دانيت، نجيبو الباتير ونبداو نضربو فيهم. بسم الله. هنايا ندير علبة تاع زيت، نزيد علبة تاع الحليب، هنا بعد ما ضربناهم مليح نزيد الخميرة الكيميائية، نزيد مغرف تاع كاكاو نوعية جيدة قلنا. هنا نسيت عطر تاع الشوكولا ما تكرتحش، ديروا شوية. نزيدوا الفرينة بالتدريج. حتى نكملوا كاع التمرينه، تنحصلوا على هذا القوام. انا راح نجيب سنيوه، هذه 20 على 25، نفرغ الخليط فيها. هنا قطعت الشوكولا اللي تكون عندكم حوالي هكا 100 غرام الى قطع، ودوك نفرغ الخليط. هاولا هنا عندي المكسرات اللي تكون عندكم. هنا عندي شويه قرقاع، شويه بندق، وقطع شوكولا كيما قلت لكم. هاد الفواكه المجففه مكسرات غادي ندير لهم شويه فرينه. علاه ندير لهم فرينه؟ باش كي نحطوهم فوق البسكويت تاعنا ما يهودوش، يقعدوا طالعين. فوالا هامالا نحطوا المكسرات تاعنا عشوائي. يجي خفيف بزاف هذا البسكويت، نتمنى تجربوه. وهنا ندير لها قطعه تاع الشوكولا. فوالا
دوك الفور راني محمياته انايا، داخله في الفور حوالي 25 دقيقه الى 30 دقيقه. نروح ندخلها الفور ونعاودو نرجعو حبيباتي. فوالا خواتاتي الكيك تاعنا بعد ما طاب، دوك نديمو ليه ونشوفوه في صحن التقديم ان شاء الله. هاولا خواتاتي البسكويت تاعنا بعد ما طاب، يجي خفيف وهشيش، يجي شهي ما شاء الله. نتمنى تجربوه حبيباتي، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.